السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعضنا سؤال على الزوايا المنتسبة. طبعا الزوايا المنتسبة دهوت من الأسئلة اللي الناس بتتلخبط فيها وما بتحبهاش، وده طبعا بيبقى من الأسئلة الأساسية عندنا في الامتحان، إن هو بيسألنا على حاجة تخص الزوايا المنتسبة. طبعا إيه معنى كلمة الزاوية المنتسبة؟ طبعا إحنا عارفين، كنا أخدنا آه، في الدرس يعني في الملخص اللي فات في أقسام المثلثات، قاعدة الإشارات اللي إحنا كنا قلنا عليها. تمام، وعرفنا إزاي نجيب النسب المثلثية لو إحنا نفتكر كده الكلام دوت، وقاعدة الإشارات بتاعتنا. تمام، والرسم ديت طبعا إحنا نخلي بالنا منها جامد. الرسم دهيت هتفيدنا كتير جدا، آه، ولازم تكون معانا على طول بصفة مستمرة. بمعنى إن إحنا لما يجي يقول لي هنا إحنا عايزين نجيب الزاوية، نحدد الربع اللي هي بيتكلم فيه. يعني لما يجي يقول لي، طبعا إحنا عارفين إن هنا من 0 ل 90، فلما يجيب لي زاوية يجي يقول لي هنا من 90 ل 180، وهنا من 180 ل 270. وطبعا نخلي بالنا دي قاعدة الإشارات ديت، وهسيب لكم طبعا الرابط بتاع الفيديو اللي احنا شرحنا فيه الكلام دوت في الوصف، عشان اللي ما شافوش يأكد عليه ويشوفه تاني، لأن الكلام ده مهم زي ما اتفقنا إن الكلام ده مهم جدا. وطبعا احنا نخلي بالنا برضه النهارده نتفرج على الفيديو دوت لآخره، عشان في كام تريكاية كده هنقولها في الآخر إن شاء الله. طبعا احنا هنا هو بالنسبة لنا الزاوية 90. لما أجي أقول لك 90 ناقص سيتا، تمام، 90 ناقص سيتا، 90 ناقص أي حاجة، يبقى معنى كده إن أنت قلت عن ال90، يبقى أنت بتكلمني في الربع الأول. لما أجي أقول لك 90 زائد سيتا، يبقى أنت كده عديت ال90. تمام، يبقى لما أجي أقول لك 90 ناقص، يبقى أنت رجعت لورا، يبقى أنت كده في الربع الأول. 90 زائد، أبقى أنا في الربع التاني. طب بالنسبة لل180، 180 دي على حدود الربع ما بين التالت وما بين الرابع، ما بين التالت وما بين التاني. فلما اجي اقول لك 180 ناقص، يبقى انا برجع عن ال 180، يبقى انا في الربع التاني. 180 زائد، يبقى انا عديت ال 180، يبقى انا في الربع التالت. وبالنسبة لل 270 برضو، لما نيجي نقول لك 270 ناقص، يبقى أنا كده 270 ديت ما بين الربع التالت والرابع. فلما أجي أقول لك 270 ناقص، يبقى أنا في الربع التالت. 270 زائد، يبقى أنا في الربع الرابع. بالنسبة ل 360، طبعا 360 ناقص، تبقى أنت في الربع الرابع، أقل من 360. وطبعا 360 زائد، يبقى انت كده اخدت لفة كاملة، بنشيل ال 360، مفيش أي مشكلة. وطبعا زي ما اتفقنا قاعدة الإشارات إن الكل في الربع الأولاني موجب، الجا قطع، وهنا الظا والظا في الربع الثالث، وهنا الجتا والقاف في الربع الرابع. طيب دلوقتي لما يجي بقى بالنسبة لنا، يجي الراجل يجيب لي مثلا حاجة زي كده، تمام، ويجي يقول لي إذا كان إحنا عندنا سيتا، دي زاوية، إذا كان الضلع النهائي لزاوية قياسها سيتا المرسومة في الوضع القياسي، وضلعها النهائي يقطع دايرة الوحدة في الزوج المرتب -3 و5. طبعا برضه احنا هنسيب لك الرابط بتاع الشرح بتاع الدرس ده، عشان احنا اتفقنا عرفنا ازاي نجيب النسب المثلثية من الزوج المرتب أو من مثلث القائم. دلوقتي أنا عندي زوج مرتب، والزوج المرتب ده بيتكون من س وص، واحنا عرفنا إن من الزوج المرتب دوت بنعرف نجيب الجتا اللي هي رقم السي، والجا اللي هي رقم مين؟ الصاد. تمام؟ قال لي طب يعني معنى كده إن أنا من هنا هنعرف نجيب كل النسب المثلثية ومقلوباتها. يعني هنعرف نجيب الجتا سيتا، الجتا اللي هو رقم السين اللي هو يبقى -3/5، وهنعرف نجيب مقلوب الجتا اللي هي ق. تمام؟ وقا بالنسبة لنا اللي هي تبقى مقلوبها يبقى 5/3، والسالب أهي زي ما هي.
طب جبنا كده الجتا وجبنا القاف، تعالى نجيب الجا. الجا اللي هي رقم الصاد، ورقم الصاد عندنا اللي هو تمام 4/5. ومن هنا هنعرف نجيب القتا. القتا اللي هي مقلوب الجا اللي هي هتبقى 5/4. قال لي طيب، وكمان نعرف نجيب الظا. وزي ما اتفقنا إن الظا هي عبارة عن قسمة رقم الصاد على رقم السين. رقم الصاد اللي هو ال4/5 على رقم السين اللي هو -3/5. وبالتالي الكلام ده هيطلع معانا ب -4/3. ومادام جبنا الظا يبقى هنعرف نجيب الزتا. والزتا اللي هي مقلوبها اللي هي 3/4. وطبعا الكلام ده طبعا هيتفق معانا مع قاعدة الإشارات اللي احنا قلنا عليها. الزوج المرتب ده سالب وموجب، معنى إن هو سالب وموجب. تمام، يلا كده نبص كده مع بعضينا في زي ما اتفقنا إن الرسمة بتاعتنا ديت مهمة جدا نخلي بالنا منها. طبعا احنا قلنا سالب وموجب ده في الربع. تمام، سالب وموجب ده موجود عندنا في الربع التاني. وانت قايل ان في الربع التاني ان كل النسب هتكون بالسالب ما عدا الجا والايه والقطر. وده هتبص تلاقيه ان هو ده فعلا اللي حصل معانا. الجا والقطر بالنسبه لنا هما اللي كانوا موجب والباقي هنا بالنسبه لنا سالب. طيب تعالى بقى نشوف حكايه الزوايا المنتسبه. قلت له ايه الزوايا المنتسبه ديت؟ قال لي ان هو الراجل بيبدا يحط لي الزاوية بتاعتي في ربع غير الربع اللي أنت شغال فيه. طب في الحالة ديت يعني بيجي يقول لي جتا 180 زائد سيتا. قال لي طب أنا معايا كل الحاجات بتاعت السيتا شخصيا. قال لي يعني معايا الجا والجتا وكل النسب المثلثية بتاعت السيتا. طب أنا هنا جايب لي جتا 180 زائد سيتا. طب نخلي بالنا كده على حسب قاعدة الإشارات اللي احنا قلنا عليها إن هو فاكرينها إن 180 زائد يبقى أنا عديت ال 180 يبقى أنت بتكلمني إن أنا في الربع. معنى الكلام ده إن أنا في الربع التالت. قلت له طيب، والجتا في الربع التالت كانت إشارتها إيه؟ هتقول لي الجتا كانت إشارتها سالبة. يبقى الكلام ده هيطلع بالسالب. تمام، يبقى أنا أول حاجة لما يجيب لي حاجة زي كده بحدد الربع اللي أنا بتكلم فيه. تمام، على حسب الكلام اللي هو قايله لي. يبقى هو قال لي 180 زائد سيتا يبقى أنا في الربع التالت. في الربع التالت ببدأ أشوف النسبة بتاعتي. النسبة بتاعتي هنا جتا، وأنا الجتا في الربع التالت بتكون سالبة. ده تبع اللي فوق، أنا ماليش دعوة باللي فوق دلوقتي، أنا بحل مشكلة كلمة 180 زائد سيتا. طب هنيجي بعد ما حددت الإشارة أقوم جاي شايل ال 180 دهيت. قال لي لما تشيل ال 180 دي تبقى المسألة بتاعتي بقت جاتا سيتا. قلت له الكلام ده جميل جدا. يبقى أصبح كلمة جاتا 180 زائد سيتا هياها سالب جاتا سيتا. طيب بعد ما جبنا الجاتا سيتا قال لي طب جاتا سيتا بقى ما هي موجودة عندنا هي فوق بسالب 3/5. يبقى في عندنا سالب وهنا -3/5. يطلع الكلام ده يبقى -3/5 يطلع ب3 على كام؟ على 5. طيب تعال نشوفه كمان واحدة. بيقول لي ظا 180 ناقص سيتا. قلت له تعالى يلا. ها، 180 ناقص 180 ناقص دي يعني أنا أقل من 180. وزي ما اتفقنا إن ال 180 دي ما بين الربع التاني والتالت. فلما أقل عن ال 180 يبقى أنا كده في الربع التاني. يبقى خلي بالي إن 180 ناقص يبقى أنا في الربع التاني، 180 زائد يبقى أنا في الربع التالت. طب أنا في الربع التاني هبص على النسبة المثلثية بتاعتي اللي هي الظا في الربع التاني. هتقول لي الظا في الربع التاني بتكون مالها؟ تمام، بتكون سالبة على حسب قاعدة الإشارات. تمام، اللي إحنا قلنا عليها هنا أهو. طيب يبقى الظا هنا بتكون سالبة. قال لي وهنيجي نقوم جايين شايلين ال 180 يبقى بقت ظا سيتا. قال لي طيب، يبقى كل ما فيها من الرقم اللي هنا بيحدد لي الربع اللي أنا بشتغل عليه عشان أحدد إشارة النسب المثلثية بتاعتي. طيب
يبقى دي السالب أهي، والظا سيتا، ظا سيتا موجودة عندنا أهي بسالب 4 على التلاتة. طيب يبقى الكلام ده هيطلع معايا ب4 على التلاتة. طب تعالى نشوف هنا أهو، بيقول لي قاتا 360 ناقص سيتا. يبقى تمام كده نبقى عرفنا 360 دي 360 دي آخر حاجة، لما أطرح منها سيتا يبقى أنا كده في الربع، تمام. تعالى نشوفه كده في الربع النسبة بتاعتي اللي هي مين؟ القاتا. القاتا ديت اللي هي مقلوب الجا. الجا في الربع مالها؟ كل جار ظالم جاته ده تشيله. الموجب في الربع هي الجتا. تمام، يبقى دي هتبقى السالب. قال لي طيب نشيل الرقم اللي هو 360، أصبح كده بقت قاتا سيتا. تمام، يلا يبقى دي السالب هي هتنزل، وبدل كلمة قاتا سيتا هنشيلها ونحط مطرحها الخمسة على كام؟ على الأربعة. يطلع الكلام ده بسالب 5 على 4. طيب يلا كده نشوف هنا، هو بيقول لي عايز جا 360 زائد سيتا. 360 زائد سيتا، لا ده احنا كده عدينا ال 360. عدينا ال 360 يبقى احنا كده خدنا لفة كاملة. يبقى مش هنحدد الربع، ده احنا هنشيل ال 360 على طول، لأن انت كده مديني لفة زيادة. وبقت المسألة بتاعتي هي عبارة عن جا سيتا. قال لي طيب جا سيتا، قال لي جا سيتا دي موجودة عندنا اهي ب4 على كام؟ على 5. تمام. طيب الكلام ده لو كان الراجل بيلعبني فيه 180 أو 360. طب لو الراجل بقى حصل إن هو بدأ يلاعبني في 90 أو 270، نخلي بالنا بقى عشان هيحصل هنا تغيير كده نخلي بالنا منه. الأول برضه هنعمل نفس الكلام. هتقولي 90 زائد سيتا. 90 زائد سيتا هتقولي دي في الربع، أو تبقى 90 زائد، يبقى احنا عدينا ال 90، يبقى أنت بتكلمني في الربع التاني. تمام. حاجة أبص على النسبة بتاعتي في الربع التاني، الجا في الربع التاني هتقولي الجا في الربع التاني موجبة، يعني معنى كده إن الإشارة هنا المفروض هتطلع موجب. قال لي طيب، وهنيجي نشيل بقى ال90. قال لي خلي بالك بقى هنا، بعد ما بتحدد الإشارة لو الرقم اللي أنت بتشيله 90 أو 270، حضرتك بتيجي على النسبة المثلثية بتاعتك، لو ما فيهاش ت بتزود لها ت، يعني دي جا تتقلب تبقى جتا. قلت له لو كانت هي جتا قال لي تبقى جا، ولو كانت هي ظا تبقى زتا، ولو زتا تبقى ظا، ولو قاتا تبقى قا. قال لي يعني بنعمل تغيير تائي. يعني ايه تغيير تائي؟ يعني لو النسبة بتاعتي ما فيهاش ت بنحط لها ت، ولو كان فيها ت قال لي بنعمل ايه؟ قال لي بنشيل منها الت. طيب يعني أصبح الجاتا هي لما نيجي نشيل ال90 اتحولت بقت جتا. قال لي طب بس وهننزل الزاوية بتاعتنا سيتا زي ما هي، ما عنديش أي مشكلة. طب يبقى معنى كده إن مش هيحصل في تغيير في الإشارة، وبقت جاتا سيتا، وجاتا سيتا عندنا موجودة عندنا بسالب 3 على كام؟ على 5. طيب تعال نشوف هنا أهو، هتقول لي زتا 90 ناقص سيتا. يلا كده مع بعضينا، 90 ناقص يبقى أنا أقل من 90، مادام أقل من 90 يبقى أنا كده موجود في الربع الأول. تمام، يبقى أنا كده في الربع الأول. اللي طب في الأول النسبة بتاعتي اللي هي الزتا، هتقول لي كله في الربع الأول موجب، يبقى أنا كده عرفت إن الإشارة بتاعتي هنا هتطلع موجب. هنيجي نقول له نشيل يلا ال90. مادام بنشيل 90 يبقى دي فيها ت، يبقى هتتحول تبقى تمام، تبقى ظا سيتا. قال لي طب يبقى معنى كده إن هنا مفيش تغيير في الإشارة، وناخد ظا سيتا بتاعتنا زي ما هي بسالب 4 على الكاب على التلاتة. طب نيجي هنا أهو، تيجي تقول لي قا 270 زائد سيتا. تمام، 270 زائد يبقى احنا كده عدينا ال 270، يبقى انت بتكلمني في الربع الرابع. تمام، في الربع الرابع يلا نبص على النسبة المثلثية بتاعتنا. النسبة المثلثية بتاعتنا قا. القا دي اللي هي مقلوب الجتا. تمام،
وأنت بتقول إن الجتا في الربع الرابع مالها موجبة، يبقى معنى كده إن ده هيطلع موجب. طب يلا نشيل 270، تقول لي ما دام بنشيل 270 أو 90 بنعمل تغيير تائي فتبقى قاتا. قال لي تمام، تبقى قاتا سيتا. قال لي حلو الكلام. يبقى احنا كده الموجب دي يعني ما حطيناش إشارة، والقاتا سيتا هي موجودة عندنا بخمسة على الكام؟ على الأربعة. يبقى احنا بنعمل تغيير تائي في حالة الكام؟ في حالة ال180 وفي حالة ال180 وال360 ما بنعملش تغيير تائي، لكن في حالة ال90 أو ال270 بنعمل تغيير تائي. قال لي طيب تعال نشوف هنا اهو، بيقول لي جتا 270 ناقص سيتا. طب 270 ناقص سيتا، هتيجي تقول لي 270 ناقص، يبقى انت بتكلمني في نزلنا في الربع التالت. تمام، يبقى احنا في الربع التالت. هتيجي تقول لي طب بالنسبة اللي موجودة عندنا دي جتا، هنا جتا في الربع التالت مالها؟ تقول لي الموجب في الربع التالت هي الظاهر، الجتا في الربع التالت تبقى سالبة. قال لي طيب يلا نشيل 270، تقول لي ما دام بنشيل 270 يبقى هنعمل تغيير تائي فالجتا تبقى تتحول تبقى جا، يبقى الكلام ده بيساوي سالب جا سيتا. تمام. هتيجي تقول لي يلا ادي السالب، يبقى احنا هننزل اشارة السالب، والجا سيتا عندنا هي موجودة بكام؟ هتقول لي موجودة ب4/5 اهي. تمام، يبقى الكلام ده هيطلع بيساوي -4/5. تمام. قال لي طب يبقى احنا كده عرفنا ازاي نشتغل مع الزوايا المنتسبة. يبقى أول ما تشوف 180 أو 360 تحدد الربع، تمام، وتشوف الإشارة بتاعتك وتشيلها وتسيب الزاوية سيتا زي ما هي. قال طب لكن لو شفت 90 أو 270 بتزود حاجة كمان، بعد ما بتحدد الإشارة بتيجي بعد كده وتعمل تغيير تائي زي ما اتفقنا، اللي هو لو النسبة بتاعتي ما فيهاش ت بحط لها ت، لو فيها ت بشيل منها ت. طيب نخلي بالنا بقى من الخدعة دهيت. إيه الخدعة دهيت؟ تعالوا نشوفوا كده مثلا الخدعة ديت اللي هو بيقول لي عليها. نخلي بالنا بقى كده مع بعضينا من الخدعة اللي ممكن يخدعنا بيها. احنا كده شفنا الأسئلة دهيت، تعالى كده نبص مع بعضينا هنا اهوت في الكام سؤال دولت الخدعة اللي احنا ممكن نقع فيها. ايه هي الخدعة ديت؟ يجي يقول لي جتا 180 سيتا ناقص 180. قال لي ايه ده هتفرق في ايه؟ قال لي احنا هنشوفها 180 ناقص سيتا، نشوفها كده. قال لي لكن لما يجي يقول لي سيتا ناقص 180، قال لي في الحالة دي الكلام ده احنا بالنسبة لنا بنرفضه. ليه؟ مش هنفهمه بالمنظر ده. يعني ايه مش هنفهمه بالمنظر ده؟ اصل كده سيتا ناقص 180 دي كده معنى كده ان انا مش هفهم هي قاعدة في انهي ربع. قال لي لازم عشان افهم لازم يكون الرقم الاول. فطبعا الموضوع كبير، المهم ان انت لازم يكون الرقم موجود عندك الاول. يعني تبقى 180 ناقص سيتا افهمها كده، يبقى 180 ناقص سيتا يبقى انا اقل من ال 180. لكن سيتا ناقص 180 دي انا ما تتفهمش معايا هي موجوده في الربع كام. قال لي طب في الحاله دي بنعمل ايه؟ قال لي في الحاله دي احنا عايزين نجيب الرقم الاول. طب هي سيتا ناقص 180 ينفع اخليها 180 ناقص سيتا؟ يعني ينفع ابدل الاماكن؟ تقول لي لا طبعا ما ينفعش. ليه؟ عشان ده طرح، والطرح مش عملية إبدالية. قال لي طب في الحالة دي حضرتك هتعمل إيه هنا؟ قال لي عشان ده لازم أحول الطرح ده لجمع. قلت له أنا هحوله لجمع إزاي؟ قال لي هنضيف على الزاوية دهيت 360 درجة. قال لي ليه؟ عشان تتحول معايا من سالب تتحول معايا لموجب. قال لي لما هتضيف 360 درجة هتبقى سيتا، وهنا عندنا سالب 180 زائد 360 هيطلع موجب 180. تقول لي طب كده بقت سيتا زائد 180. قال لي كده انا ما عملتش حاجة، انا ضفت 360، ضفت دورة كاملة،
عشان خاطر أحوّل الزاوية من سالب لموجب، يعني هيها مكافأة ليها أنا ما عملتش أي حاجة. قال لي: "طب كده من حقي إن أنا أعرف أبدِّل." قُلت له: "كده تبقى جاتا 180 زائد سيتا." عشان كده الجمع عملية إبدالية. بُص كده بقى لمّا إحنا عملناها كده، كده إحنا فهمنا الزاوية بتاعتي 180 زائد سيتا، كده أنا قدرت أحدد إن الزاوية بتاعتي كده واقعة في الربع تمام، التالت ليه؟ عشان إحنا عدّينا ال180، 180 زائد يبقى أنا في الربع التالت. هتقول لي تمام، في الربع التالت الجتا مالها؟ هتقول لي الجتا سالبة في الربع التالت، ويبقى أصبحت جتا ونشيل ال180، ولمّا نشيل ال180 كده ما نعملش تغيير تائب، تبقى تنزل زي ما هي جاتا سيتا، والجاتا سيتا عندنا بسالب 3/5 يبقى سالب وسالب 3/5 يعني يطلع ب3/5. طيب تعال نشوف إن هو بيقول لي جتا سيتا زائد 90. طبعًا إحنا لازم يكون عندنا الرقم موجود الأول، هنا هينفع نبدِّل؟ هتقول لي دي هنا عملية جمع، والجمع عملية إبدالية ما عنديش فيها أي مشكلة، يعني دي ممكن نكتبها كده 90 زائد سيتا، وكده أنا ما عنديش أي مشكلة، كده أنا فهمتها 90 زائد يبقى أنا كده عدّيت ال90 معنى كده إن أنا موجود في الربع تمام، التاني، والجتا في الربع التاني هتقول لي سالبة، ويالّا نشيل ال90 خلّي بالك بقى إحنا اتفقنا إن إحنا لمّا بنشيل ال90 أو ال270 بنعمل تغيير تاني، فالجتا تتحول تبقى تمام، تبقى جا سيتا، يبقى الكلام ده سالب جا سيتا. قال لي طب يبقى سالب والجا سيتا عندنا بكام؟ ب4/5 يبقى الكلام ده بيساوي سالب 4/5. تمام. تعالَ هنا أهو بيقول لي جتا سيتا ناقص 90. هل هنا هينفع أجيب الرقم من الأول؟ قُلت له: "لأ ده طرح، والطرح مش عملية إبدالية." طب عشان نخلص من الموضوع ده هنعمل إيه؟ تمام، زي ما اتفقنا على طول هنضيف كام؟ 360 عشان أحوّل السالب يبقى إيه؟ يبقى موجب. هتيجي تقول لي طيب يبقى سالب 90 زائد 360 هيطلع معايا ب200 وإيه؟ و70. تمام، كده بقت جمع اتحوّلت من طرح بقت جمع، كده من حقّي إن أنا أقدر إن أنا أبدِّل. قُلت له: "خلاص يبقى هنكتبها 270 زائد سيتا." قال لي: "تمام كده." بدّلنا عشان بقى جمع عملية إبدالية. هتقول لي: "يالّا بقى عايزين نشيل ال270." تقول لي: "تمام." ابحث الإشارة 270 زائد يبقى أنت كده موجود في الربع الرابع، وهتقول لي الجتا في الربع الرابع موجبة، يبقى إحنا كده مش هنعمل تغيير في الإشارة. قال لي: "طب هنيجي نقول نشيل يالّا ال270." هتقول لي لمّا نشيل ال270 بنعمل تغيير تائي زي ما بنشيل ال90، فالجتا هتتحول تبقى جا سيتا. قال لي طب وجا سيتا عندنا ب4 على كام؟ على 5. تمام، وبكده نبقى إحنا قدرنا إن إحنا بسرعة كده عن طريق مثال إن إحنا نغطي الجزء بتاع الزوايا المنتسبة بتاعتنا، سواء إحنا عملنا كده بالمنظر ده تمام، والكام خدعة دُولة واللي هم الكام مسألة اللي إحنا حليناهم دُولة ما عندناش فيهم أي مشكلة. وطبعًا لو في أي مشكلة أو أي حاجة مش واضحة أو في أي سؤال طبعًا هننتظر الكلام دوّة في التعليقات أو على رقم الواتس اللي بيكون موجود عندك في موجود عندك في القناة تمام، أو هتلاقيه أهو تمام رقم الواتس بتاعنا برضه عشان تبقى أنت الرقم اللي موجود دوّة فوق بالنسبة لنا ده رقم الواتس ممكن نبعت عليه لو في أي تعليقات أو أي حاجة أو أي أسئلة أو أي دروس مش واضحة، وإحنا نقدر نوضحها إن شاء الله. وإلى اللقاء إن شاء الله في درس قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة